السلام عليكم. ركز كده يا صاحبي في الكومنت ده. الراجل بيقول هو انا ممكن اعمل تعديل ان انا ازود سرعه الموتوسيكل من خلال ان انا ازود عدد الغيارات يعني. خد بالك يا صاحبي بس عشان ما اطولش عليك، الاجابه لا، مفيش يا شباب امكانيه تعديل ان انا ازود الغيار الاربعه غيار اخليه خمسه غيار او الخمسه غيار اخليه سته غيار، بس مش ده المهم. خد بالك، ومش ده اللي انا بقول لك ركز في الكومنت عشانه. ولكن هو المهم هنا في الموضوع هي الفكره نفسها. بعض الناس بتعتقد ان اللي بيتحكم في سرعه الموتوسيكل هي عدد الغيارات، بما ان الموتوسيكل ده لو حبيت ازود سرعه الموتوسيكل اخليه ست غيار، لو حبيت اقلله اخليه خمسه، لو حبيت اقلل السرعه اخليها اربعه. زي بالظبط نفس الفئه برضو من الناس تانية بتعتقد ان مقاسات التروس هي اللي تتحكم في سرعه الموتوسيكل، يعني اقدر اخلي الموتوسيكل ده سريع او اخليه بطيء من خلال التروس. وبرضو فئه تانية من الناس بتفكر ان هي ممكن برضو اتحكم في السرعه من خلال التروس اللي جوه الموتور من جوه. وناس تانية برضو بتخليها بتعتقد، فئه ثالثه او رابعه بتخليك برضو تعتقد ان انت ممكن تتحكم في السرعه من خلال ترس المناول. خد بالك يا محترم ان كل الاعتقادات دي مش صحيحه. كل الحاجات دي هي وسائل وادوات بتستلم من الموتور فيها سرعه الموتوسيكل يا شباب، بتكون طالعه من الموتور. في الاصل الموتور نفسه لسه انت ما رحتش عند الغيارات ولا عند التروس، الموتور نفسه سريع. يعني التروس ما بتتحكمش، لا التروس ما بتتحكمش، هي بتتحكم شويه صغيرين كده فوق وتحت، واللي بيزيد عن حده بتقلب لضده. يعني انت برضو في الرينج ده مش هتقدر تروح بعيد عن سرعه الموتوسيكل. ولذلك هتبص تلاقي الموتوسيكلات الريس الترس بتاعها هتفوجئ ان هو كبير جدا قد كده اهو. ايه ده؟ وانت هنا هتستغرب ده. الناس دي دلوقتي ما بتصغرش الترس ده ليه؟ ده موتوسيكل ريس يعني المفروض محتاج ترس قد كده اهو عشان يطير بقى، لان هو باختصار شديد لو صغر له الترس مش هيجيب السرعه اللي بيجيبها، اللي هو 300 كم في الساعه و250 كم في الساعه و200 كم في الساعه و180. السرعات دي ما تجيش ابدا على ترس صغير. وانت تفهم من كده على طول ان مش فكره تصغير التروس هي اللي انت هتزود بها السرعه، مش كده خالص يا حضرات. وبرضه هتسال سؤال تاني، طب ليه؟ طيب صحيح سؤال، هما ليه الموتوسيكلات الريس بتكبر الترس؟ لان يا حضرات تكبير الترس بيديك عزم دوران شديد. وانت النهارده كل ما سرعه الموتوسيكل بتعلى خد بالك، فانت محتاج عزم دوران شديد. ليه محتاجه؟ ليه؟ كل ما السرعه تعلى تحتاج عزم اشد، كل ما تعلى تحتاج عزم اشد، لان مقاومه الريح هنا بتزيد جدا، بتبقى قوه مهوله. خد بالك سرعتك لما بتعلى قوي، فلما تيجي تقيس ضغط الهواء عليك برضه بيبقى عالي قوي. خد بالك، ولذلك الموتوسيكلات الريس تلاقيه منيمك كده عشان تقلل، لان اكبر مشكله بتاثر على السرعه ممكن تطيرك انت شخصيا لو انت قاعد عدل كده. مش هينفع، لازم تكون نازل شويه كده في الموتوسيكلات الريس. وعشان انت تقدر تشق الريح من الاخر، فانت محتاج ترس كبير اصلا عشان يقدر يدفعك. طب اذا كان هو هيديك، خد بالك ان الترس الكبير بيستهلك عدد لفات الموتور، وانت عشان سرعتك تعلى برضه محتاج عدد لفات موتور كبير. يبقى انت كده بدات تحط ايدك على الموضوع ان هو بيزود لك عدد لفات الموتور قوي، في سبيل ان هو يقدر يكبر الترس ويعوضها لك بزياده عدد لفات موتور. يعني خد ترس كبير اهو، وعشان الترس ده هيستهلك عدد لفات الموتور فيزود لك عدد لفات الموتور، تبص تلاقي 15 و16 و17 وحاجات زي كده. خد بالك ان عايز اقول حاجه بس يا شباب، خد بالك ان عدد لفات الموتور في الموتوسيكلات الصيني حاجه فرعيه كده. في الموتوسيكلات الصيني بتبقى مبالغ فيها في العدادات شويه، يعني ال 9000 دوره في الدقيقه في الغالب هم ما بيبقوش تسعه يعني، خد بالك يعني. انما في الموتوسيكلات المظبوطه الغاليه السليمه العدد لفات اللي هو بتلاقيه 15، ايوه هم 15000 دوره في الدقيقه فعليا يعني. مش عندك تسعه وهم اصلا مش تسعه، او 8 وهم اصلا مش 8. دي بس معلومه كده. ففي الموتوسيكلات الغاليه يا شباب الريس يكبر لك الترس، وانت هنا فهمت ان السرعه العاليه تحتاج ايه؟ ترس كبير. مش زي ما انت فاهم كل ما تحتاج تعلي السرعه قوم تصغر الترس الخلفي، لا عمرها ما تمشي كده ابدا. هو في رينج معين بعد كده خلاص تجيب ورا بقى، تجيب عكس بقى يا صاحبي. فالقصه مش قصه تروس، وما تقدرش تتحكم ابدا في سرعه الموتوسيكل من خلال التروس. والا زي ما قلت لك قبل كده ما كانش حد غلب، ما كانش حد فضل يخترع ويفبرك في مواتير انها تجيب سرعه عاليه لو كانت القصه قصه تروس. كذلك برضو فكره تزويد الغيارات ما ينفع. طب ايه اللي هيحصل طيب؟ هل لو في امكانيه، احنا قلنا ما فيش امكانيه لان انت الموتوسيكل 5 غيار تخليها 4 غيار، افرض في امكانيه يا سيدي، حاضر هنفترض ان في امكانيه وقدرت تخلي الموتوسيكل من 4 غيار على سبيل الافتراض يعني، تخليه 5 او الخمسه تخليه 6. ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل اي حاجه، هتلاقي سرعتك هي بالظبط. هتفرق فرق بسيط كده كانك صغرت الترس اللي ورا شويه، يعني بدل ما ترسك اللي ورا 42
كانك خليته 38 مثلا. هو ده الفرق البسيط. ليه؟ والخيار السادس هيروح فين؟ ابدا، الخامس هيشتغل كما هو عادي، ما فيش اي مشكله، وهيكون اقل من وضعه الحالي شويه. وبعدين السادس يستلم يديك شويه ويقف برده يجيب ورا، خد بالك، وهيبقى كانه شيء لم يكن، اللي هو المساحه اصلا بدايه الغيارات واخرها ثابت. انت بتبدا هنا وبتنتهي هنا. تخلي دول بقى 6، تخليهم 5، تخليهم 4، النتيجه واحده، بدايتك اهي ونهايتك اهي، مش هتطلع اكتر من كده. انما الموتوسيكلات اللي بتكون نازله اصلا ب6 غيار، السادس ده بعد المساحه دي، مش فيها برده، مش في نفس المساحه دي اللي واخده الغيارات، خد بالك. ومش فاضل بقى غير انك تسال دلوقتي وتقول لي امال ايه اللي بيتحكم بقى في السرعه؟ اللي بيتحكم في سرعه الموتوسيكل يا شباب حاجتين. اول حاجه عدد لفات الموتور، كام الف دوره في الدقيقه. تاني حاجه عزم الدوران مع الهورس باور. الهورس باور طبعا ده اساس يعني. فعزم الدوران وعدد لفات الموتور هم اللي بيحددوا سرعه الموتوسيكل. تستلمهم بقى من خلال التروس المناسبه ليهم. بعدت عن التروس المناسبه ليهم تجيب عكس. فهم حاجتين هم هقولهم تاني: عزم الدوران وعدد لفات المحرك. كلما كان عدد لفات المحرك كبير، كلما انت معاك مساحة لان انت تكبر الترس من غير ما تأثر على السرعة عشان تقدر تشق الريح. وخد بالك ان انت عزم الدوران كل ما بيكون قوي فالموتور يقدر يجيب عدد لفاتهم، وممكن يكون عدد لفاته كبيرة بيقدر يلف عدد لفات كبيرة. انما الريح يجي شديد فعزم الدوران مش قوي فما يقدرش يجيب لفاته. فعزم الدوران هو اللي يخليه يجيب لفاته، عنده العزم انه يجيب العدد المسجل بتاعه. وانتظروا يا شباب فيديو بتاع حل مشكله تقل الجنط، اللي هو بتلاقي الجنط بتاعك تقيل وانت ما انتش عارف هو تقيل من ايه اصلا، تقعد تحاول كده كل المحاولات وبتلاقي جنطك تقيل. ان شاء الله هنعمل فيديو جاي عن حل مشكله طول الجنط، بحيث ان الجنط بتاعك يبقى زي الريشه. بالاضافه لفيديو نتيجه التعديل اللي عملناه في الجنط باذن الله، وفيديوهات مهمه يا شباب جايه، وتابعونا. وما تنساش يا شباب بدعمكم، عشان الدعم بيفرق معانا نفسيا ومعنويا كده، وبيخلينا نقدر نكمل باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.